هنعمل النهاردة وصفة رهيبة وفعالة وكمان سريعة ومضمونة 100% يا بنات. صبغة طبيعية للشعر باللون البني، هنقضي على شيب الشعر من اول استعمال، وكمان لو عندك تساقط هتمنع تساقط نهائي، وكمان بتقل الشعر وبتطول الشعر، ولو كمان لو عندك اي قشرة موجودة في شعرك هتزيل القشرة تماما، هتقضي على الحكة والهرش اللي موجود في فروة الراس، هتعالج لك مشاكل شعرك كلها. عايزة تصبغي شعرك بصبغة طبيعية وبدون اي اضرار وبدون اي كيماويات تماما، وكمان تقوي شعرك وتطوليه وتكثفيه وتمنعي فيه الفراغات. النهاردة هقولك على طريقة جبارة ونتيجتها مضمونة 100% ومن اول مرة. الناس اللي بيعانوا دايما من الشيب الشعر، النهاردة الوصفة دي هتلقطلك اللون على طول وتخلي شعرك بني ولونه خطير جدا. قبل ما نبدأ لايك للفيديو واشتراك القناة ويلا بينا. المكون الاول اللي معانا القرنفل ده يا بنات بنجيبه من العطار، بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه. القرنفل بيساعد في انبات الشعر وكمان تكثيف الشعر، بيزيل شيب الشعر نهائي. هبدأ اخد من القرنفل 7 حبات ل10 وابدأ احطهم جوه حلة بالشكل ده. هنضيف المكون الخطير اللي معانا في انبات وتطويل الشعر وهو الروزماري. الروزماري بنجيبه برضو من العطار، ويا سلام لو عندك روزماري فريش يبقى احلى واحلى، لكن لو مش موجود هنجيبه برضو من العطار جاهز ويكون بالشكل ده. هنبدأ ناخد منه معلقة. هنبدأ نضيف المكون اللي معانا اللي هيظبط لون الشعر ويخلي لون شعرك لونه بني وشكله خطير جدا، وكمان في مضادات اكسده بتساعد في تطويل وتكثيف الشعر، وهو القهوه. القهوه ممتازه يا بنات وفيها كافيين عالي جدا، بيساعد في حل مشاكل كتير جدا للشعر. هنبدا ناخد منها معيار معلقه ونبدا نضيف على باقي المكونات. هجيب بقى ميه معدنيه وهنبدا نضيف من الميه دي حوالي نص الازازه على باقي المكونات. هاخد المكونات دي واحطها على النار لمده 5 دقايق بالظبط لحد ما تلاقيهم غلوا بالشكل ده. واهم حاجه يكون الوصفه دي متغطي عليها النار لحد ما تبرد شويه. هبدا بقى اصفيهم علشان نشيل كل الكلام اللي فوق ده خالص، وناخد السيرم الميه اللي طلعت لنا علشان نبدا نستخدمها في باقي الوصفه. هنا هنبدا نعمل ايه؟ هنا هبدا اجيب قشر الرمان. قشر الرمان المجفف خطير جدا في انبات الشعر، تطويل الشعر، بيقضي على الشيب الشعر نهائيا وللابد. هبدا اخد منه معيار معلقه. هبدا اجيب صفار بيضه. هنا صفار البيضايه ده انا كنت مجففاه هبدا استخدمه. عندكم صفار بيض فريش تقدروا تفصلوا البياض عن الصفار، وهناخد الصفار بس. هبدأ اجيب كمان حنة. الحنة الخضراء دي ممتازة جدا للشعر والشعر بيلقط منها اللون على طول. هبدأ اخد منها حوالي 3 معالق كبار بالشكل ده. الحنة يا بنات مش بتغير بس لون الشعر شيب، لا كمان بتقوي الشعر، بتقوي الشعر بطريقة رهيبة جدا وبتخليه يطول بطريقة فظيعة، بس نستخدمها بطريقة صح. هنا هبدأ اخد الحنة مع باقي المكونات وهنقلبهم كويس جدا مع بعضهم. نبدأ بقى ناخد المية اللي احنا صفيناها ونبدأ نخلطها شوية بشوية. نخلي بالنا ان الحنة بتشرب مية كتير، فاحنا شوية بشوية لحد ما القوام يبدأ يظبط معايا. هنفضل نقلب كده بالشكل ده لحد ما يظبط معايا. هقول لكم كمان في الاخر ازاي نبدأ نثبت اللون البني على الشعر من غير ما يروح خالص ويفضل اللون البني ثابت معانا. انا هنا لقيتها محتاجه شويه كمان، فبدات زودت لها شويه بشويه لحد ما تلاقوا ان السمك بقى كويس ونبدا نحطه على شعرنا. هنا بقى هنثبت اللون بايه؟ هبدا اثبت اللون بالخل والليمون الاتنين. في ناس كتير هيقولوا لي ايوه هو فعلا بيثبت اللون بس بيبدا ينشف شعرنا. هقول لكم برضو ازاي تبداوا ترطبوا شعركم بعد الوصفه دي. هنبدا نحط معلقه كبيره من الخل وعصير نص ليمونه، وهنبدا نسيبها تخمر لحد 2 3 ويفضل اليوم كامل. هنستخدمها ازاي على شعرنا؟ هبدأ ابل شعري، هنخلي الشعر مندي، وبعدين هبدأ اخد الوصفة دي ونحطها على شعرنا والاماكن اللي فيها شيب، وهنبدأ نسيبها من 4 ساعات ل6 ساعات، وبعدها هنغسل شعرنا وهتبداوا تشوفوا اللون قد ايه خطير جدا. والناس اللي شعرهم بيكون فاتح شويه هيلقط معاهم على طول، والناس اللي شعرهم غامق جدا هيبدا يلقط معاهم لون بني خفيف شويه. ولو استمريتوا عليها هتقوي شعركم وكمان هتطولوا وكمان هتبداوا تصبغوا وتلونوا شعركم بحاجه طبيعيه. لو عايزين وصفة الترطيب اكتبولي ونبدأ نعملها في فيديو تاني، علشان الفيديو كده خلاص خلص. لو عجبتكم الوصفة لايك للفيديو واشتراكوا القناة، وما تنسوش تعليقاتكم اللي بجد بتفرحني جدا وبتحفزني وتخليني اكمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. ومع السلامة.